طب هو المشكلة فين؟ الميزانية، يعني ايه الميزانية؟ بس انا شغال في القاهره يعني محدش يعرف. بيقول لي لا، الافضل ان انت تشتغل في منتج، تجيب منه كميات وتعمل له اعلانات وبتاع وتسوق، وبنكسب مكسب طبعا بسم الله ما شاء الله. يعني انا مثلا حاجه كنت جايب منتج ببيعه ب 450 جنيه، هو بيبيعه ب 750 جنيه، نفس السعر اللي احنا جايبين بيه واحد يعني. تمام. وبيقول لي شغال معايا كويس جدا. تمام. بس هو طبعا هو شغال في مجال التسويق من فتره جامده يعني، من سنين. تمام. هو بقى اللي نصحني قال لي لو افضل يعني تشتغل فيها منتج او اتنين كفايه، كل فتره تجيب منتج جديد، منتج ترند ولا حاجه، وتخش بيه السوق وتشتغل بيه كويس. ما تمام. اعرفش بقى هل ده صح ولا انا اللي بيه صح. عشان كده التشتت خلاني تهت كتير قوي. صديقك صح وانت صح. طب هو المشكلة فين؟ الميزانية، يعني ايه الميزانية؟ يعني لو انا النهارده موفر راس مال 10000 جنيه على سبيل المثال، هعمل بيهم اعلانات فقط لا غير. فالاعلانات دي انا هركزها كلها على منتج واحد افضل لي من اني اوزعها على منتجات كتير.